المحيط الهادي هو أكبر محيطات العالم وأكتر محيط فيه غموض وإثارة، ولك أن تتخيل إنه بيمتد لأكتر من نص الكوكب تقريبا، وبيضم أعماق ومساحات شاسعة كتير جدا العقل بيعجز عن تفسيرها. ورغم جمال المية وهدوء الأمواج في المحيط الهادي، إلا إنه بيخفي تحت سطحه عالم مليان بالعجائب والمخاطر، لأن المحيط ده مش مجرد مسطح ماء كبير وخلاص، ده قوة طبيعية بتلهم البحارة والمستكشفين، وبيخبي جواه أسرار لسه في كل يوم بنكتشفها. أهلا بيكم في حلقة جديدة من مسلماينز، واللي هنتكلم فيها عن أسرار المحيط الهادي. المحيط الهادي هو أكبر وأعمق محيط على وجه الأرض، بيمتد على مساحة 155 مليون كيلومتر مربع، والمساحة دي تقريبا بتمتد من كاليفورنيا في أمريكا لحد الصين، وفي مناطق معينة بيوصل العمق فيها لعشرات الكيلومترات تحت سطح المية. وعشان تستوعب حجم المحيط الهادي، خليني أقولك إننا لو حطينا كل اليابسة اللي موجودة على كوكب الأرض جنب بعض، هيطلع برضه المحيط الهادي أكبر منها. وطبعا مش محتاج أقولك إن المحيط الهادي اتسمى كده بسبب هدوء أمواجه، واللي سماه كان المستكشف فرديناند ماجلان سنة 1520. لكن على الرغم من تسميته بالاسم ده، إلا إنه مسطح مائي ضخم ومليان حركة ونشاط، ولحد اللحظة دي جزء كبير جدا من المحيط الهادي ما تمش استكشافه. لكن للأسف الأنشطة البشرية زي الصيد والتعدين في أعماق البحر وكمان حرق الوقود غيرت كتير من طبيعة المحيط، واللي بيعتبر موطن لعدد مهول من الكائنات الحية الفريدة من نوعها. ده غير إن أعمق نقطة عرفها الإنسان موجودة في المحيط الهادي. وخلينا نتعرف واحدة واحدة على أهم الأسرار الموجودة في المحيط الهادي وأهم المشاكل اللي بتأثر عليه. أول حاجة بتميز المحيط الهادي إنه بيولد أعاصير من أقوى وأعنف الأنواع، وواحد من أشهر الأعاصير اللي شافها البشر كان سنة 2018، وهو إعصار مانجو خوت العملاق، واللي ضرب الفلبين في أواخر سبتمبر سنة 2018، واللي ساعتها وصلت سرعة الرياح في الإعصار ده ل 265 كيلومتر في الساعة. ده غير إن الإعصار ده وقتها شال الأشجار ودمر البيوت وتسبب في قتل عدد كبير من البشر. وبشكل عام الأعاصير أسمائها بتختلف باختلاف المنطقة اللي بتحصل فيها. يعني مثلا لو الإعصار حصل في شمال المحيط الهادي بيطلق عليه اسم تايفون، ولو حصل في جنوب المحيط الهادي بيطلق عليه اسم سيكلون. أما بقى لو حصل في شرق المحيط الهادي فبيتقال عليه إعصار عادي. والتايفون والسيكلون هم في الحقيقة أسماء مختلفة لنفس نمط الطقس، رياح شديدة جدا وأمواج عالية وأمطار غزيرة، ودي تقريبا موجودة في المحيط الهادي بأكمله. ده غير العواصف الضخمة جدا اللي ما بتنتهيش. أما تاني حاجة من الحاجات اللي بتميز المحيط الهادي هي حلقة النار. وحلقة النار دي هو عبارة عن حوض المحيط الهادي، وده بسبب إنه منطقة نشاط زلزالي وبركاني ضخم جدا، وبيكون سلسلة براكين بتمتد مساحتها لحوالي 40 ألف كيلو متر. وبسبب بعض الاصطدامات اللي بتحصل، المحيط الهادي بيكون خنادق، والخنادق دي بتكون عميقة جدا جوه المحيط. ومن أهم الخنادق دي هو خندق ماريانا، واللي بيعتبر خندق محيطي عميق على طول حلقة النار في ماريانا شرق الفلبين. وده تقريبا اعمق مكان معروف على كوكب الارض، لدرجة انه العلماء بيقولوا انه اعمق من جبل ايفرست نفسه لو قلبناه. واعمق نقطة في الخندق ده بيطلق عليها تشالنجر ديب، ودي موجودة على عمق 11 كيلومتر تحت سطح البحر. وفي سنة 1960 كانت اول مرة يتسجل فيها نزول اشخاص للنقطة دي، وكانوا جوه غواصة تابعة للبحرية الامريكية. وفي يوم 26 مارس سنة 2012 المخرج السينمائي والمستكشف الكندي جيمس كاميرون عمل رحلة فردية وصل فيها للنقطة دي، وسجل رحلته في فيلم وثائقي سماه ديب سي تشالنج. ولحد اللحظة دي العلماء لسه بيحاولوا يفهموا الحياة في أعمق أجزاء المحيطات، ده لأن الكائنات في أعماق البحار بتعيش في مية ما فيهاش ضوء تقريبا، وفيها ضغط كبير جدا وظروف صعبة مستحيل الإنسان يقدر يتحملها. وبالرغم من كده فأعماق البحار هي موطن لمجموعة كبيرة جدا من الكائنات البحرية اللي حياتها غامضة. وللأسف بسبب صعوبة الوصول للأماكن دي، العلماء ما يعرفوش غير معلومات قليلة جدا عن الكائنات دي. واحدة من أكتر المشاكل اللي بتواجه المحيطات بشكل عام هي حرق الوقود، واللي بينتج عنه غاز ثاني أكسيد الكربون. وده لأن المحيطات بتمتص تقريبا 30% من ثاني أكسيد الكربون اللي موجود في الجو، فلما بتكتر كمية ثاني أكسيد الكربون اللي بيتم امتصاصها بيحصل سلسلة من التفاعلات الكيميائية بتنتج عنها في النهاية أيونات الهيدروجين، وبتتحول المية وقتها لمية حمضيتها عالية جدا. وحسب الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي، فحموضة المحيط الهادي زادت بنسبة 30% في 200 سنة الأخيرة. وحمضية المية دي بتخلي بعض الكائنات البحرية والشعب المرجانية تواجه صعوبة جدا في استمرار حياتها.
واحدة من أكبر المشاكل اللي موجودة في المحيط الهادي مشكلة بقعة النفايات الكبرى، وبقعة النفايات دي موجودة بين هاواي وكاليفورنيا، والمنطقة دي بتقدر بأنها أكبر من ولاية تكساس كلها. وعلى الرغم إن الاسم ممكن يخليك تتخيل إن البقعة دي عبارة عن جزيرة ضخمة من البلاستيك، إلا إن 94% من البلاستيك الموجود في البقعة دي عبارة عن مايكرو بلاستيك، والمايكرو بلاستيك هو قطع صغيرة جدا من البلاستيك أصغر من حبة الرز نفسها، واللي غالبا مستحيل الإنسان إنه يشوفها. لكن مشكلة المايكرو بلاستيك دي إنها بتهدد الحياة البحرية كلها، لأنها بسهولة جدا بتشد الحيوانات اللي بتعدي من جنبها، وبالتبعية بتهدد حياتهم. وبقعة النفايات اللي موجودة في المحيط الهادي بتعتبر أكبر بقعة نفايات معروفة على الكوكب كله. المحيط الهادي بيعتبر موطن غني جدا لكل الأنواع والأكلات البحرية، وطبعا الصيد فيه بيزيد بشكل مستمر. ملايين من الناس حوالين العالم بيعتمدوا على السمك كمصدر رئيسي للبروتين، والملايين التانيين بيعتمدوا عليه في معيشتهم وإنه مصدر دخل ليهم. لكن للأسف كتير من أنواع الأسماك البرية اللي بيتم صيدها للأكل في الوقت الحالي بقت معرضة للانقراض، والتصرف ده انتقده كتير من العلماء والباحثين، وأكدوا إنها عملية غير مستدامة وغير مربحة بالمرة. وفي نقاشات دولية حاليا بتطرح سؤال من فترة كبيرة إذا كانت الدول لازم تحدد أو حتى تمنع الصيد في المحيطات ولا لا، لكن لحد اللحظة دي ما تمش اتخاذ قرار نهائي. وبما اننا بنتكلم عن المحيطات فخلينا نتكلم شوية عن مثلث برمودا، وهي منطقة موجودة في المحيط الأطلسي. والمنطقة دي اتشهرت بسبب الحكايات والقصص الغامضة اللي بتقول ان الطيارات والسفن اللي بتعدي من عندها بتختفي للأبد. ناس كتير حاولوا يفهموا السبب، وفي نظريات كتير بداية من العوامل الطبيعية لحد الأمور الخارقة للطبيعة. والقصص بتقول ان أول حالة اختفاء غريبة حصلت كانت سنة 1945، وده لما 5 طيارات حربية أمريكية اختفت فجأة وهم بيقوموا بتدريبات عادية جدا في المنطقة دي. بعدها بدأت القصص تكتر عن سفن وطيارات تانية بتختفي بنفس الطريقة وفي نفس المكان. وفي بعض الآراء بتقول إن المنطقة فيها ظواهر مغناطيسية كبيرة، الظواهر دي بتلخبط البوصلات والمعدات الملاحية اللي بتعدي من عليها. والبعض التاني بيقول إنها بتكون بسبب العواصف البحرية القوية والأمواج العالية في المنطقة دي. وفي ناس تانية بيحبوا يربطوا مثلث برمودا بالقصص الخيالية والأساطير، زي إنه ممكن يكون بوابة لعوالم تانية أو إنه مرتبط بحضارات قديمة وغامضة. وبرغم كل النظريات دي مفيش دليل علمي واضح بيثبت إن المنطقة دي خطر أكتر من غيرها في المحيط. وبالفعل بعض العلماء بيعتقدوا إن القصص دي مجرد مبالغات أو سوء فهم للحوادث الطبيعية اللي بتحصل في المنطقة، وممكن تكون العوامل الجوية الصعبة أو الأخطاء البشرية هي السبب الحقيقي ورا كل ده. وفي النهاية مثلث برمودا هيفضل واحد من الألغاز اللي خلت الناس في حالة استغراب وفضول دائم. وسواء كانت الحكايات دي حقيقية أو مجرد خيال، فالمنطقة دي هتفضل دايما جزء من القصص الغامضة والمثيرة في تاريخ البحار. دي كانت كل معلوماتنا في حلقة النهاردة في مسلماينز. ما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في الكومنتات، وما تنسوش تعملوا شير للفيديو وسبسكرايب للقناة عشان يوصلكم فيديوهاتنا الجاية كلها.